بذكريات البدايات ستكون أجمل المواجهات بالنسبة له. وجهتنا كانت لشبونة البرتغالية، حيث منها انطلق الصاروخ العابر للقارات. من هنا، من هذه المدينة، كانت أولى اللمسات التي غيرت شكل كرة القدم. والآن يعود البرتغالي إلى حبه الأول من جديد، ولكن كخصم وأيضا حبيب. إنه نجم الريال كريستيانو رونالدو، من رصدته كاميرا بي إن سبورتس، ولأنه صنع تاريخا لمدينته وست رسم بلده بأحرف من ذهب في المحفل الأوروبي. هكذا استقبل نجم الريال. أما الدون فرد الجميل بالجميل. كل الأنظار كانت موجهة صوبه، أما هو فكان كعادته يمارس هواياته بتحفيز زملائه. بدأ صاروخ ماديرا الدخول في أجواء اللقاء على حياء. مع ازدياد رغبة كريستيانو بالهجوم ازدادت خشونة خصومه. بعدها تم اصطياد السي ار 7 متسللا. الراية على التورنادو قبل أن يستعين بالصديق. ثم يطلب الاستعانة بالحكم لمعاقبة كل من تسول له نفسه أن يلجأ للخشونة الزائدة معه. ومن ذات النقطة كانت الانطلاقة لهدف أول بتمريرة حاسمة من الدون. عندي كرة جول، كرة جول، رافائيل فاران. ومع محاولة تسجيل هدف أكروباتي انتهى الشوط الأول بهدف مدريدي مقابل لا شيء لأصحاب الأرض. في المدرجات كان هناك من يدعو لنجم الريال الأول، وبروحه القيادية كان يطمئن على زميله بيل. ثم التشاور مع المدرب زيزو، ومع احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض حل الغضب على الدون. أما التنفيذ فكان ناجحا، هدف لهدف. يتقدم أدريان سيلفا على التصويب، جول. ولكن رد بنزيما كان ناجحا أيضا بهدف تقدم ثان. في انتظار النجاح مرة أخرى للمرور إلى الدور ثم النهائي. للمرة العشرين والجول رائع. كريم رنيم. نتيجة منحت فريق الدون 3 نقاط وتأهلا رسمي للدور ثمن النهائي.